الحبايب مساء الخير. يعني انا ليا رجاء في الفيديو ده، اسمعوه بس للاخر. امبارح توفى زوج الفنانه نشوى مصطفى، وتوفى فجأة. انا ما كنتش اعرف ان هو تعبان، وهي في نعيها واعلانها قالت جملتين يقطعوا القلب. قالت: توفى زوجي وسندي وستري وظهري. رجاء كل واحد يعرفني او يشوف ده، الكلمه دي او البوست ده، يحضر الجنازه لو يقدر ويدعي له بالرحمه. وظهرت امبارح في الجنازه وهي منهاره وحاطه ايدها على قلبها، وانا والله العظيم كنت خايف عليها، خايف. انا ما رحتش الجنازه، اقسم بالله انا ما عرفت هي يعني نشرت الساعه 10 الصبح، وهي الجنازه كانت الظهر، والله العظيم ما عرفت. انا ما عرفت غير بعد الجنازه. المهم، انا عارف ان هي طبعا كانت عندها مشاكل في القلب، وهي كانت مريضه وعملت عمليه ودخلت المستشفى وكده يعني، فحط ايدها على قلبها وهي خلصانه. وهي ما كانش ليها في الدنيا غير الاستاذ عماد زوجها، وطبعا ربنا يخلي لها ابنها عبد الرحمن. بس انا الاستاذ عماد كان بيحبني جدا من غير ما يعرفني، وده اللي انا كنت بستغربه. يعني احنا عمرنا ما اتقابلنا، عمرنا ما اتكلمنا، ولكن يشهد ربي سبحانه وتعالى اللي انا بقوله ده حصل بالظبط. مره نشوى مصطفى اتصلت بيا، كلمتني، قالت لي: يا خالد بقول لك ايه، في حاجه غريبه. قلت لها: نعم. قالت لي: انا جوزي عماد ملوش في اي حاجه خالص، لا فن ولا بيتفرج على مسلسلات ولا برامج ولا اي حاجه خالص، بيتفرج على كوره بس، والزمالك بالتحديد. وفي مره بيقول لي: انت تعرفي ده عليا؟ انا جاب لي فيديو ليك وبقول. فانا قلت له: اه طبعا، ده صديقي يعني وزي ابني، خالد شاهين زي ابني. فقال لها: قولي له ان انا بحبه جدا وانا بتفرج عليه. فانا بتقول لي: انا استغربت ان هو بيتفرج عليك. وبيننا وبين بعض نشأت انا والاستاذ عماد يعني علاقه غير يعني مباشره. انا بحبه في المطلق كده من بعيد، وهو بيحبني في المطلق من غير ما نتقابل يعني. ودايما كنت اسمع عنه بقى ان زوج نشوى مصطفى ده رجل خلوق بشكل لا تتخيلوه، رجل يعني مسالم بشكل لا تتخيلوه، راجل مصري اصيل، رغم ان هو يمكن عايش نص حياته اغلب حياته في امريكا، الا انه شخص محافظ جدا وخلوق جدا وطيب جدا وخير جدا وبار جدا. وتوفى فجأة. ولما توفى فجأة هو عمل صدمة عند كل اللي حواليه، بما فيهم الأستاذ نشوى مصطفى. لأن حتى أنا كنت بستغرب على علاقتهم ببعض، مش كأزواج بداية العلاقة. نشوى مصطفى كانت رافضة فكرة الجواز أصلا يعني، كانت مركزة في الشغل والفن وكده يعني. وهو راجل عايش حياته في أمريكا وكان بيجي أجازات. إخواتهم البنات يعني أخت الأستاذ عماد الله يرحمه وأخت نشوى كانوا صحاب وعايزين يجوزوهم لبعض، فرتبوا عيد ميلاد مفبرك كده علشان يقابلوهم ببعض. فنشوى مصطفى قابلت عماد، بس كل الحكايه. وهم رافضين المبدا هما الاثنين، وقالوا لبعض: احنا مش هنتجوز بالطريقه دي. يعني نشوى قالت له: انا مش هتجوز بالطريقه دي، وهو قال لها: انا مش هتجوز بالطريقه دي. بس حبوا بعض من اول نظره واتجوزوا. ولما اتجوزوا يعني حبوا بعض جدا، وحب العشره بقى، السنين اللي بينهم والاحترام والاخلاق والحفاظ والى اخره، كل واحد بيصون الاخر وكل واحد خايف على الثاني. وكان في علاقه من العلاقات المصريه القديمه الاصيله اللي انت مش هتلاقيها في الوسط الفني دلوقتي. مش هتلاقي ان زوجه تخاف على زعل زوجها، وان هي يعني تكون متمسكه جدا جدا، وان هي حاطاه قدام عينيها، وان هي تحت ايده طول الوقت، وان يعني وهو كذلك يعني الاحترام والاخلاق والحافظ عليها ويصونها ويصون كده يعني. لحد لما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اراد يعني. انا رجائي الوحيد من كل اللي انا بقوله ده والله العظيم ان انتوا تدعوا له بالرحمه. اي حد يشوف الفيديو ده يدعي له بالرحمه والمغفره، لعل ان يكون بينا حد مستجاب الدعوه، هو في امس الحاجه لده. وانا يعني برسل يعني تعازيه للاستاذه نشوى مصطفى. انا لسه لحد دلوقتي ما كلمتهاش ومش عارف اكلمها، لان انا ما بعرفش اتكلم في الظروف اللي زي كده، لكن طبعا انا هكلمها وازيها. ربنا يطبطب على قلبك ويصبرك ويلهمك الصبر والسلوان، والاهم من كده كمان ان هو يغفر له ويرحمه ويرزقه الفردوس الاعلى. خالص التعازي ورجاء من اي حد يشوف الفيديو ده ان هو يدعي له. شكرا جزيلا.